السلام عليكم متابعينا، اهلا بيكم في حلقه جديده من منوعات دينا، ولسه مكملين سلسله الامثال الشعبيه المصريه المشهوره. بس هي في بعضها مش مشهوره، بس انا جايبه لكم بقى مثل شعبي النهارده مشهور: يا فرحه ما تمت خدها الغراب وطار. طبعا المقوله دي مصريين اكتريتهم بيقولوها، وهم بيقولوها يعني بيبقى مثلا فرحان بحاجه وفجاه بتحصل له حاجه، فبتقول بقى ولا بيقول: يا فرحه ما تمت خدها الغراب وطار. طب ايه اصل الحكايه؟ خليكم معايا لاخر الفيديو. المثل ده ليه روايتين. الرواية الأولى بتقول إن كان في واحدة ست كانت فقيرة جدا، كانت نفسها تجيب لها حلق. طبعا معهاش فلوس لأن الحلق كان باهظ الثمن، يعني كان غالي جدا. بس إن هي بدأت إن هي تحط القرش على القرش وتحرم نفسها من ملذات الدنيا لحد ما جه الوقت وراح اشترت الحلق. والحلق لما راحت جابته كان فيه فص كده لونه احمر، وهي كانت ماشيه ناحيه بيتها فبدات ان هي تفتح العلبه وتتمتع بجمال الحلق. ومن سوء حظها ان كان طبعا الحلق فيه فص احمر، وانتوا عارفين الطيور الجارحه بتحب اللون الاحمر، وان الغراب شاف الحلق فيه الفص الاحمر فخد هوبا الايه خد الحلق وطار. وراحت قعدت تعيط تقول: يا فرحه ما تمت خدها الغراب وطار. اما الرواية التانية بتقول ان كان في واحدة ست برضو كانت فقيرة، وكانت نفسها تجيب حلق كان عاجبها جدا، بس كان باهظ الثمن وكان برضو غالي. فكانت الست دي كانت مصاحبة على واحدة ست، بس الست دي كانت غيورة جدا. كانت الست اللي هي الفقيرة بتقول لها: ده انا شايفة حلق نفسي اجيبه، نفسي اتمتع كده بشكله كده والبسه كده قدام الناس. راحت ست قالت لها: هو انت لاقيه تاكلي عشان تروحي تجيبي حلق يعني غالي عليكي يا اختي؟ روحي كلي بس الاول وبعد كده بروح اجيبي لك ايه حلق. طبعا الست حطت في دماغها ان هي تجيب الحلق ده، بدأت تحوش القرش على القرش لحد ما راحت تجيب الحلق. ولما اشترت الحلق راحت فرحانة جدا، وراحت قالت لجارتها: انا جبت الحلق اللي نفسي فيه. التانية طبعا تسكت ما تسكتش، فراحت جات لها بقى فكرة ان هي تسرق منها الحلق. وطبعا صاحبة الحلق قعدت تعيط وتدور على الحلق، وراحت قالت لجارتها: انت ما شفتيش الحلق؟ راحت الست بقى ضحكت عليها وقالت لها: اسكتي، مش انا شفت الغراب خدها؟ راحت صاحبة الحلقة قالت: يا فرحة ما تمت خدها الغراب وطار. بس كده.